عمرك فكرت إن الخوف اللي منعك تاخد خطوة هو نفس السبب اللي ممكن يوصلك لأبعد مما تتخيل؟ الخوف حاجة كلنا حاسين بيها من غير استثناء. مفيش استثناء، كل إنسان في الدنيا بيحس إن هو خايف في لحظة من اللحظات. بس هل دايما هو حاجة سلبية ولا ممكن نحوله لأعظم دافع لنجاحنا؟ تعالوا نتكلم شوية مع بعض عن الخوف، بس بوجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الروتينية اللي احنا عارفينها. الخوف أنواع، الخوف مش نوع واحد، ليه كذا وش يعني زي ما بيقولوا. الخوف المنطقي وده أول نوع هنتكلم عنه، زي إنك تخاف من النار مثلا، أو إنك تقع من على حاجة مرتفعة، وده طبيعي لأنه بيحميك وبيخليك تاخد بالك من نفسك. ده شيء منطقي، شيء فطري جوانا، زي ما كان الإنسان القديم زمان قوي بيلجأ للكهوف والنار علشان يحمي نفسه من الكائنات التانية وكده. الخوف الوهمي بقى، ده هنا المشكلة الكبيرة، المشكلة الأساسية، زي إنك تخاف من الفشل أو تخاف من رأي الناس. دي حاجة ما هياش ملموسة. عمرك شفت حاجة ليها علاقة بخوفك من شخص أو خوفك من امتحان ملموسة؟ عشان كده بنقول عليه خوف وهمي، وده حاجة تؤدي للفشل، لأن هو حاجة غير ملموسة. هخاف منها ليه؟ لو كان امتحان هعمل اللي عليا وهذاكر. لو كان مثلا شخص هجهز نفسي كويس لمقابلة شخصية أو انترفيو أو خلافه، وهمشي في طريقي ومش مش هوقف، مش هخلي الخوف الوهمي يسيطر عليا. من ضمن أنواع الخوف، الخوف المجتمعي، خوفك من إنك تعمل حاجة علشان الناس تقول عليك غلط أو فاشل أو مش مركز، رغم إن الناس دي مش هتعيش مكانك، أنت اللي بتاخد القرار وأنت اللي بتمشي وأنت اللي بتتحرك. الخوف المجتمعي مش حاجة صح أبدا. آه الخوف عدو كبير لينا كإنسان، كنوع أو كبشر. لأن في ناس الخوف بيشلهم حرفيا، بيخليهم واقفين في مكانهم، مش عارفين يقرروا، مش عارفين يجربوا، ولا عارفين يعيشوا. في ناس مش بتغيّر شغلها علشان خايفة لو غيّرت ما تنجحش، أو تخاف تاخد الخطوة، رغم إن ممكن الخطوة دي تنقلها مكان تاني خالص أحسن كتير من اللي هي فيه. في ناس مش بتبدأ مشروع عشان خايفة برضه، رغم إن غيرهم ممكن أقل منهم في السن كمان بدأوا مشاريع وبقى أصبحوا يعني من الناس اللي عندها دخل كويس، يمكن شركات بملايين كمان. إحنا عايشين في زمن الstart up دلوقتي، ممكن شركة لسه بادئة تعمل أرقام فلكية، يكون صاحبها لسه شاب صغير. في ناس بتخاف تقول رأيها، في النهاية بيفضلوا في نفس الدايرة، خايفين يتحركوا فيفضلوا مكانهم. الخوف بدل ما هو عدو بيشدنا لورا، ممكن نستخدمه كحافز. بس في نوع تاني من الناس بيخافوا يستخدموا الخوف ده كحافز برضه، زي إنه يخاف يفشل فيشتغل أكتر. ده كده حافز، أنا خدت الخوف لصالحي وحركته وخليت نفسي أكتر إنتاجية. زي أنا مثلا أخاف من بكرة فبجهز النهاردة كويس وأعمل إعداد حلو. زي ما واحد مثلا عارف إن نهايته في الآخر موت، كلنا هنموت، فيعمل إعداد كويس للنهاية دي، يصلي، يتقرب من ربنا، يتصدق، يتقي ربنا في أهل بيته وفي شغله وفي كل حاجة. زي إنسان برضه بيخاف يندم فبياخد كل فرصة قدامه، يعني سواء كانت الفرصة حلوة أو وحشة فبياخدها عشان يقول لك أنا لأ، أنا أخاف أندم إن أنا سبتها، مع إن ده مش صح. الخوف مش لازم يوقفك، ممكن يبقى النار اللي بتشغل الحماس أو بتشعل الحماس اللي جواك. آه طيب، أنا إزاي أتعامل مع الخوف؟ الخوف بيحتاج مواجهة يا شباب، اوعى تهرب، اعترف إنك خايف، متتكسفش، واجه، لأن الخوف مش ضعف، كلنا بنخاف. اسأل نفسك كده، هو مين بيحميني ولا مين بيحاسبني؟ لو شخص بيحميني أو في شخص بيحاسبني، لازم أخرجه من حساباتي، لازم أكون أنا اللي بحمي نفسي وأنا اللي بحاسب نفسي عشان أعرف أنا اللي واجه. خد خطوة ولو صغيرة، مش لازم تنط خطوات كبيرة، خطوة بسيطة كل يوم توصل لنتائج عظيمة. كل ما تقدم الخوف بيقل. في النهاية الخوف مش عيب، لكن إنك تفضل عبد ليه هو ده العيب. كل واحد فينا جواه بطل، بطل حقيقي. اللي بيخاف عمره ما يتحرك، اللي بيخاف بيفضل في نفس دايرة الفشل. حارب خوفك وخده
داعم ومحفز ليك، مش عدو ليك.